بص يا معلم، الحقيقه ان 2025 بينها كده داخله علينا دخله سخنه قوي على وش سوق المسلسلات، والسبب ان سوق الافلام في هوليود واخد على وشه افلام بنجوم تقال جدا وميزانيات ملياريه، وفي الاخر الجمهور يقول لك احنا اسفين مش هنقطع تذاكر تاني. قصص ميته وتمثيل بايخ، ولو استمروا بالطريقه دي قريب قوي هتبقى قاعد لوحدك في السينما تتفرج على اعلان الصمت. تعالوا بقى نتكلم جد. الموسم ده فيه شويه مسلسلات تقال قوي بيخبطوا في دماغك من اول حلقه. اولهم مسلسل موبلاند، وده بقى مسلسل عصابات وجرايم وتقيل قوي من الاخر. فيه توم هاردي وبريس بروسنان وهيلين ميرن. التوليفه دي ما تجيبش غير نار. المسلسل مكسر الدنيا وتقييمه على IMDb 8.3، وكل حلقه تقول اللي قبلها وسعي انا الاقوى. مسلسل يو فريند اند نيبرز، النجم جون هام طالع هنا بمزاج عالي قوي. الراجل بصراحه عنده كاريزما خطيره وممثل متمكن جدا. في المسلسل ده بيخليك تتعاطف معاه وهو بيكسر القانون. ليه؟ علشان هو مش شرير، هو ضحيه قوانين وحياه خانقاه، وتلاقي نفسك طول الوقت عايز تقول له يا باشا كمل انا معاك. بس للاسف تقييمه نزل سنه بسيطه من 7.9 ل 7.8، لانه محتاج يتحبش له شويه. وعندنا مسلسل ذا لاست اوف يو اس الموسم الثاني. كل الناس كانت مستنيه الموسم ده كانها حفله راس السنه، لكن بعد اول حلقه حصل خيبه امل عند الناس، والناس زعلت، وخصوصا انها مش شبه اللعبه. مش عاجبهم يا سيدي شكل البطله وسموها بطل صايع. وتقييم الحلقه الاولى كان 7.5، بس المنتجين قالوا لك لا اصبروا شويه، الحلقه الثانيه هتولع نار. وفعلا اول ما الحلقه نزلت التقييم طلع ل 9.5. تخيل الرقم ده، في مسلسلات كامله مش عارفه تجيب الرقم ده، حلقه واحده جابته. ومعانا كمان مسلسل بلاك ميرور الموسم السابع. الموسم السادس ما كانش قد كده، بس الموسم السابع رجع السلسله لايام العظمه. في 6 حلقات جامدين بس كان لازم يبوظوها كالعاده. الحلقه الثالثه كارثيه، دخلوك بقى في النسويه والمثليه والعرق، وقلب كتاب توعيه مش مسلسل. وكان ممكن على فكره تبقى حلقه عظيمه. نزل التقييم ل 6.7. نصيحه سقراط ما تتفرجش عليها. بس يعني ايه الكلام ده؟ هو احنا خلاص بقينا في عصر المسلسلات؟ اللي كان بيقول انا مش بتاع مسلسلات زمانه دلوقتي قاعد بيعد الساعات قدام الحلقات ومستني الحلقه الجايه تنزل. الناس بقت بتتكلم عن المسلسلات دي على القهوه اكتر ما بتتكلم عن الماتشات. اللي بيحصل دلوقتي ده انقلاب في الذوق العام. الناس خلاص زهقت من سينما بتوعظه مش بتمتعه، والشاشه الصغيره بقت هي اللي شايله الحكايات الكبيره، وده بيفتح الباب لاسئله كتير. يا ترى بقى المسلسلات بقت البديل الحقيقي للسينما، ولا ده مجرد ترند وهيحصل له هبوط زي افلام الابطال الخارقين؟ وهل الجمهور فعلا بقى بيدور على قصص اقرب له وشخصيات تشبه له، ولا عايز يتسلى؟ وهل فعلا في فرق كبير بين المسلسل اللي فيه تمثيل حقيقي ومسلسل معمول علشان يرضي اللجان وخلاص؟ لو نفسك بقى تتفرج على حاجه تحرك مشاعرك وتخليك تفكر او حتى تضحك او تنبهر، السوق دلوقتي بيقدم لك كل حاجه، بس لازم تختار صح، وسقراط هنا هيختار لك الاحسن. وياما في الحلقات الجايه مفاجآت. ما تنسوش بقى لو عجبك الكلام اللي احنا بنقوله دوس لايك علشان الحلقه توصل للناس اكتر، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر مسلسل مستني تكمله، وابعته لاصحابك اللي لسه فاكرين ان المسلسلات حدوته قبل النوم. وسلام كبير قوي من سقراط اللي لسه عنده حكايات كتير يحكيها.